من اكتر انواع المخللات اللي بتليق مع اي اكله هو الخيار، بس لازم يتعمل صح ويبقى مقرمش زي ما انتوا سامعين كده. الطريقه سهله وبسيطه وكلنا نقدر نعمله في البيت. يلا بينا. اول حاجه هجيب الخيار البلدي الصغير وهغسله كويس جدا، وهبدا ان انا اخرمه بالسكينه كده من كل الجهات، وهنجيب ملح خشن وهنرشه على الخيار كله، ولازم نقلبه كده كويس في بعضه، وهنسيبه حوالي 12 ساعه. وممكن تعملوه من بالليل لتاني يوم هتلاقوه نزل كل الميه بتاعته من غير ما نضيف عليه ولا نقطه ميه. هجيب كرفس وتوم وشطه، وطبعا عندي برطمان نظيف. هقسم المكونات بتاعتي على 3 مراحل. اول حاجه تحت خالص هحط كرفس توم شطه، وهبدا ارص الخيار بتاعي، وبعد كده هحط في النص برده نفس الكلام، وهنكمل باقي الخيار عادي. واخر خطوه زي ما قلت لكم هنحط الكرفس والثوم والشطه على الوش وبس كده. طبعا مش هنرمي ميه الخيار، هنحط عليها شويه خل وشويه سكر وهنقلب كويس جدا، وهنزل بيهم على الخيار لغايه ما يتملي للاخر. هنغطيه كويس وهنقلبه كده من فوق لتحت علشان كل المكونات تمتزج، وهنسيبه 5 ل6 ايام هتلاقوه بالشكل الحلو ده. اهم حاجه بعد كل استعمال دخلوه التلاجة علشان ما يكونش طبقه بيضه فوق وطعمه ما يغيرش. وبالف هنا وشفا.